أهلا بكم متتبعي قناة الجالية في هذا الخبر الحصري. أعلن النجم المغربي سعد لمجرد عن تضامنه مع مواطنته الفنانة دنيا بطمة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام. ونشر الفنان المغربي صورة لنجمة برنامج الهواتف في نسخته العربية أرب أيدول، أرفقها بتعليق جاء فيه: الله يفرج همك أختي دنيا. وجدير بالذكر أن سعد لمجرد أول فنان يعلن تضامنه مع زميلته بطمة بعد اعتقالها أمس الأربعاء وإيداعها لسجن لوداية من أجل إمضاء عقوبتها، وذلك على خلفية تورطها في قضية حمزة مون بيبي. وقضت محكمة الاستئناف بمراكش في يوم 27 من يناير 2021 بإدانة المغنية دنيا بطمة بسنة حبسا نافذا بعد متابعتها بتهم المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد وعرقلة سير هذا النظام. أهلا بكم متتبعي قناة الجالية في هذا الخبر الحصري. أعلن النجم المغربي سعد لمجرد عن تضامنه مع مواطنته الفنانة دنيا بطمة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام. ونشر الفنان المغربي صورة لنجمة برنامج الهواتف في نسخته العربية أرب أيدول، أرفقها بتعليق جاء فيه: الله يفرج همك أختي دنيا. وجدير بالذكر أن سعد لمجرد أول فنان يعلن تضامنه مع زميلته بطمة بعد اعتقالها أمس الأربعاء وإيداعها لسجن لوداية من أجل إمضاء عقوبتها، وذلك على خلفية تورطها في قضية حمزة مون بيبي. وقضت محكمة الاستئناف بمراكش في يوم 27 من يناير 2021 بإدانة المغنية دنيا بطمة بسنة حبسا نافذا بعد متابعتها بتهم المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد وعرقلة سير هذا النظام.